هل عمرك سألت نفسك ايه شعور انك تكون مصاب بشلل نصفي او انك تكون على كرسي متحرك وحتى الناس بالنسبة ليك عبارة عن وحوش لا اكثر ممكن تأذيك في اي لحظة، ولا احساس انك تضيع حلمك بسبب حادث سيارة؟ اهلا بيكم في ملخص جديد يا اعزائي، ومن غير ما نطول في البداية صلى على النبي وتعالوا بينا نروي الحكاية. ده يبقى تاتسومي، شاب في العشرينات حياته كلها عبارة عن شغل ومذاكرة وغطس وسباحة وشغل. ففي يوم تاتسومي كان قاعد منشكح على الايباد بيقلب فيه، جت بنت كده واللي اسمها ماي بتقول له بتعمل ايه يا خلبوس؟ بيقول لها اتلمي مش سالكه ببص على السمك. قالت له السمك قال لها انجزي عايزه ايه يعني؟ قالت له مفيش يا عمنا بس عزمك كده ومن الاربع نخرج سوا. بيدخل بعدها صاحبهم ويقول لهم طب وليه لا؟ لكن تاتسومي بيقول لهم مع نفسكم يا شباب، انا لازم اشوف شغلانه تانية مع دي. صاحبه بيقول له يا عم استمتع بالحياه شويه وفكك من الشغل ده بقى وشوف لك كلبه ترتبط بيها. رد عليه تاتسومي وقال له تصدق اني غلطان اني بكلمك. بيخلص اليوم بعدها وبيكون مروح على البيت، واثناء ما كان ماشي في الطريق بيسمع بنت بتصرخ. الواد بيبص يمين وشمال وبيبدا يدور على البنت وبيبدا يحدد اتجاه الصوت. بيبص كده فبيشوف البنت دي واللي بتكون بتقع من على المنحدر بسرعه رهيبه. الواد من غير اي تفكير بيروح عليها عشان يمسكها. البنت في اللحظه دي بتقع من على الكرسي ولحسن الحظ الواد بيبقى خلاص وصل عندها وبيمسكها. تاتسومي بيسال البنت اذا كانت كويسه. بتكون في ست عجوزه قاعده تندع عليها. بتوصل وقتها وتشوفها مع عمنا تاتسومي. بتساله وقتها هو انت انقذتها؟ بيقول لها لا يا عفريت انت شايفه ايه قدامك يا ست انتي؟ بتقول له خلاص يا عم ما تزعلش اهم حاجه انت كويس. بيقول لها كله تمام. بتقول له بعدها انها بس سرحت لثانيه ولقت عيل ابن حرام زقها. ايه يا ولاد المفتريه؟ البنت بعدها بتمسك ايد المعلم وتعض. يا بنت السعرانه يعني جزات المعروف تعضي؟ بيقول لها عملت كده ليه يا بنت الصرمه؟ بتقول لها منحرف بطل تلمسني. بعدها بيكونوا ماشيين ومروحين وللصدفه بيطلع بيت عمنا في نفس الطريق. الست وقتها بتوصل عند بيتها بتقول له تعالى اتفضل معانا يا حبيبي. لسه هيرفض. قالت له شكلك ما اكلتش واكلك باظ لما مسكت البنت، تعالى بس كلها عندنا. وفعلا بيدخل المكان يا صاحبي. بيدخل بعدها على البيت بتكون البنت دي جنبه واسم البنت العسل دي بقى جوزيه. بتحط له الست العجوزه الاكل. الله الله ايه كل ده يا جدتي؟ والله تسلم ايدك يا ستنا. بيبدا عمنا تاتسومي ياكل. بتقعد الست العجوزه جنبه بتقول له شكلك فقير وبتساله اذا كان بيدرس. بيقول لها بدرس وصحيح اني فقير بس الفقر مش عيب وبحاول احوش فلوس عشان اسافر. المهم بيخلص الاكل وبيكون هيمشي. ايه الست العجوزه بتوقف بتقول له عندي ليك شغلانه طرش. وتاني يوم بيجي لها على البيت وبتطلع الشغلانه انه يخلي باله من جوزيه ويسمع كل اللي بتقول له عليه. من الاخر هيشتغل خدام يا ابو الصحاب. بيقول لها جوز شبيك لبيك خدامك بين ايديك. البنت بتتضايق وبتقول له اسمي جوزي يا متخلف. وبتدخل الاوضه بعدها ومن بعدها بقت تخليه يعمل حاجات غريبه. مره يعد الخيوط بتاعت الحصيره، مره يجيب لها ورق اخضر وحاجات تافهه كده ملناش علاقه بيها. ففي يوم عمنا تاتسومي بيكون بيشرب عصير تفاح وبيقول لاصحابه انه خلاص مش قادر يستحمل اكتر من كده. البنت ماي بتقول له ما دام انت مش عاجباك الشغلانه ما تسيبها وخلاص يا عمنا. تاني يوم بيكون عند احواض السمك. بيجي له واحد كده وبياخده على المكتب بيقول له ان المقاله بتاعتك عجبت الدكتور اللي في جامعه مكسيكو وعشان كده هو عايزك تروح تدرس هناك. عمنا بيفرح وبيقول له ان هو هيذاكر كويس. تاني يوم بيروح على بيت جوزيه بيخبط على والدتها عشان يقول لها ان هو مش هيجي تاني لكن ما فيش حد بيرد. بيفتح الباب ويشوف رسماتها الابداعيه. في اللحظه دي بيسمع جدتها بتصرخ. بيروح لها بسرعه بتقول له انها مش لاقيه جوزيه. في اللحظه دي بتكون البنت طالعه بالكرسي وماشيه. بيوصل وقتها تاتسومي بيمسكها قبل ما القطار يشيلها. لسه هيروحها بتقول له وديني البحر. فالواد بيسكت ثانيه كده وبعدها بياخدها يوديها على البحر وبيكون المنظر خلاب بكل ما تحمله الكلمه من معنى. بعدها بتحرك الكرسي وبتبدا تقرب على البحر. فالكرسي بيتغرس كده في الارض وبتقع وقتها من على الكرسي. بتبدا تزحف عشان توصل للبحر وبتقول لتاتسومي انها عايزه تعرف طعم البحر. ابوها سالها طعمه عامل ازاي لما كانت صغيره وهي ما عرفتش ترد عليه عشان وقتها كانت بتخاف من البحر. ليه؟ لان كان الموج شديد وكان الموضوع خطر جدا وقتها. وعشان كده انا عايز اعرف طعم البحر. وعشان تاتسومي بيحب البحر زيها قام شالها وبدا يمشي بيها. بتقول له بتعمل ايه يا متحرش؟ بيقول لها يا ست تحرش ايه بس انا بحب البحر زي وعشان كده بقربك ليه. الموج في اللحظه دي بيحدف عليهم رشه خفيفه. هي بتطلع لسانها كده وبتدوق طعم البحر. بتقول له مالح. بتقول له طعمه مالح. وبتكون البنت في اوج سعادتها. بعدها بيروحوا على البيت وبقوا كل يوم يخرجوا مكان جديد ويجربوا حاجات جديده. ففي يوم عمنا بياخدها على حوض الاسماك. بيبدا وقتها يحكي لها عن حلمه وكل ده اثناء ما كان بيشرح ليها انواع الاسماك في المكان. في الاسماك دي كانت جدة
بتتكلم جوزيه مع الراجل ده، بيقول لها انا جايب شغل لجوزيه. بترفض الست العجوزه الموضوع، بيقول لها ما ينفعش كل مره ترفضي، لازم جوزيه تطلع تتعامل مع الناس في الخارج، ما ينفعش تفضل في البيت. بتقول له لما فكر انها مش بتخرج تبقى غلطان يا حبيبي، هي بتخرج ومفكره اني معرفش. وكمان ده وشها بدا ينور ويتفتح على الحياه اكتر. في الاثناء دي بتكون جوزيه في المكتبه مع عمنا تاتسومي، بتكون منشكحه بالكتب اللي في المكان. بتروح بعدها لامينه المكتبه عشان تسجل الكتابين دول وتاخدهم. فالبنت اللي واقفه على المكتبه بتقول لها انت اول مره تيجي هنا مش كده؟ بتبدا تكلمها وتفتح معاها كلام. في اللحظه دي بيجي عمنا تاتسومي، البنت بتقول لجوزيه هو ده حبيبك ولا ايه؟ فجوزيه وشها بيقلب طماطم كده، وشكل كده الظاهر اللاعب يا عزيزي. بتقول لها حبيبي ايه؟ لا مفيش منه ده. فعمنا تاتسومي بيقول لها اصل انا كحيان والشباب بيحبوها يا ست البنات دي، لدرجه انها ارتبطت ب5 قبل كده مع بعض. يا حلاوه ليه يا عم فتحها سنترال. جوزيه بتتضايق وبتقول له اسكت يا ابن العبيطه لموتك دلوقتي. بعدها بياخدها على مكان شغل. صاحب بطلنا بيشوف البنت فبيجري عليها، بيقول لها انتوا جوزيه مش كده؟ البنت بتسكت ثانيه كده، بيقول لها ايوه انت الملاك، ما تيجي ورا الستاره ونجيب ساره. تاتسومي بيقول له بس يا ابن الصرمه بطل معاكسه وروح شوف شغلك. واثناء ما كان تاتسومي واقف مع جوزيه بتجي البنت ماي عندهم، بتبدا ترحب بجوزيه، فجوزيه مش بترد عليها، بتحاول تكلمها بس برضه البنت بتكرف لها. فالبنت بتروح لتاتسومي وتقف جنبه كده وبتبدا تكلمه في حاجه. فجوزيه بتتضايق وبتقول لتاتسومي انها عايزه تروح، بتطلع من المكان وبتمشي. فعمنا بياخد بعضه ويجري وراها، بيحاول يوقفها لكن هي بتقول له ده انت بني ادم متخلف، وبتاخد بعضها وبتمشي. ولما روحت قالت لجدتها قولي لتاتسومي ما يجيش هنا تاني، وفعلا بترن عليه وتقول له الكلام ده. تاني يوم بيكون ماسك سمكه في ايده. صاحب المحل بيقول له انا عملت السمكه دي لما كنت صغير كده في سنك في شبابي. فبطلنا اثناء ما كان ماسك السمكه بيجي له اشعار ان جاله منحه دراسيه في المكسيك. بعدها بيروح عند جوزيه عشان يصالحها، بيقفل النور ويخش عليها بالسمكه دي، وبيكون الجو اخر حلاوه يا صاحبي. لسه هيقول لها انه مسافر فالسمكه بتقفل النور. جوزيه بتقول له دي خربانه يا عمنا، بيقول لها هاتي ثانيه كده وبيصلحها لها تاني. وفي اللحظه دي بيبقوا الاثنين في وش بعض، وشكل كده انهم بداوا يحبوا بعض يا عزيزي. فجوزيه بتخبطه بدماغها يا عيني وبتكون البنت مكسوفه يا عزيزي. تاني يوم بتبقى بتتشيك وبتحضر نفسها، جدتها بتبقى واقفه كده ومتنحه مش فاهمه حاجه. بيجي وقتها عمنا تاتسومي وبياخد جوزيه وبيطلعوا، والست من الفرحه بتبقى هتنط يا عزيزي. تاتسومي وجوزيه بيوصلوا على حديقه الحيوانات، وبتكون جوزيه خايفه من النمر اللي قدامها ده. فبطلنا بيقول لها لما انت خايفه خليتينا نيجي هنا ليه يا ست انت؟ بتقول لها عشان كنت مفكره اني لما همسك فيك مش هخاف. الواد بيستغرب من كلامها. يا حرام قصه حب تستحق ده. المهم بيروحوا، ولما بيوصلوا على البيت بتكون الست العجوزه فارقت الحياه. بيدخل بطلنا بعدها على جوزيه فبيسالها اذا كانت عايزه تقول اي حاجه هو هيسمعها. بتقول ان جدتها سابت ليها فلوس عشان تعيش بيها في فتره كده، لكن مش هقدر اخليك معايا لاني مش هقدر احاسبك بعد كده. تاني يوم بطلنا بيكون مع صحابه غاطسين. البنت ماي بيخلص منها الاكسجين فبيخرجوا. وقتها بيبدا تاتسومي يحكي لهم، بيقول لهم ان هو قلقان عليها. ماي بتقول له ان في مركز رعايه فمش لازم تخاف يعني، لكن تاتسومي برضه لسه خايف عليها. في الاثناء دي بتكون البنت جوزيه في البيت، بيجي الراجل ده ومعاه واحد تاني. جوزيه بتدخلهم على جوه فبيبداوا يكلموها، وبيكون الراجل اللي مش سالك ده اخصائي اجتماعي واسمه فيجا، بيبدا يكلمها عن الشغل وكده. البنت لسه هتدخل اوضتها، بيقول لها لحد امتى هتفضلي كده؟ جدتك خلاص ماتت ومفيش حد هيصرف عليك، وبطلي دلع بقى. والله انسان قذر بكل معنى الكلمه، مش كفايه اللي هي فيه. جوزيه لسه بتقول انها ممكن تبقى رسامه، قال لها بطلي احلامك بقى. البنت وقتها بتزعل من الكلام ده. بعدها بتكون جوزيه واقفه بالكرسي وبتبص على السمك اللي قدامها، جت تمشي لكن كانت هتقع. ماي وقتها بتكون وراها فبتلحقها بسرعه، وبيجي صاحبها وبيلاقيها مع جوزيه. بتبدا ماي تكلمها عن تاتسومي، بتقول لها بعيدي عنه، هو مش مستحمل اكتر من كده، هو عنده احلام وغير كده هو مسافر بعد كام شهر. جوزيه وقتها بتتصدم، بتقول لها وانت بتطلبي حاجه زي كده مني ليه؟ وبعدين اعمل كده ليه اصلا؟ بتسالها وانت ايه علاقتك بيه؟ ماي مش بترد. لسه البنت هتمشي قالت لها ان تاتسومي معاكي عشان انت بس صعبانه عليه. هو انتوا كلكم جايين على البنت الغلبانه دي ليه؟ الواد صاحبها بيقول لها هو انت بتقولي ايه يا ماي؟ بيقول لجوزيه سيبك من كلامها وبيمشي ورا ماي. تاتسومي بعدها بيروح لجوزيه، بيوصل على الاوضه كده فمش بيلاقي اللوحات اللي كانت رسمها، وبيتضح انها اتخلصت منهم يا صاحبي. البنت وقتها بتقول له انها عايزه تروح البحر ودي هتبقى اخر طلباتي ليك، وفعلا بياخدها على هناك، وبيكون الجو هادي مثل الهدوء الذي يسبق العاصفه. واثناء ما كانوا واقفين جوزيه بتبدا تدمع.
والله البت دي صعبانة عليا يا جدعان، بتلف كرسيها كده عشان تمشي. تاتسومي بيقول لها ده مش هيبقى طلبك الأخير، أنا مش عايز فلوس منك. بيقول لها وقفي يا جوزيه. بتقول له خلاص ما بقاش اسمي جوزيه، أنا حصلت على شغل ومفيش دلع من تاني. بيقول لها طب تمام لقيت شغل، طب ليه اتخلصت من اللوحات بتاعتك؟ البنت بتطنشه وبتاخد بعضها وتمشي. تاتسومي بيقف كده وبياخد بعضه وبيجري وراها، وأثناء ما البنت كانت بتعدي الطريق اوبا العجلة بتتحشر كده في الأرض. بيكون في موتوسيكل في اللحظة دي وراها، الواد تاتسومي بيجري عليها وقتها، بيعدي الموتوسيكل فبيقف، بيكون في عربية جاية عليه، قامت العربية شالته صدمة بكل المقاييس. الواد بيطير قدام جوزيه، بيقع على الأرض، فالبنت بتقع وبتنده عليه. في اللحظة دي بتكون في عربية ماشية فبتقف وبتشوفها على الأرض في الوضعية دي، بترن بعدها على الإسعاف بسرعة، بياخدوه على المستشفى وبيبدأوا يسعفوه، وبتكون حالة الواد خطيرة. بيفوق بعدها وبيبدأ يسأل على جوزيه. الممرضات بيقولوا ليه إنها بره، ما رضتش تمشي غير لما تتأكد إنك بخير. بيجي الدكتور بعدها وبيبدأ يكلمه، بيقول له أعضائك سليمة وكل حاجة، بس للأسف ما قدرناش نعالج رجلك كويس. حلم الواد بيضيع يا عيني. تاتسومي بيسأله يعني هقدر أمشي تاني ولا لأ؟ بيكمل الدكتور على كلامه، بيقول له إحنا حاولنا نربط مفاصلك وعملنا اللي نقدر عليه، لكن صعب نحكم إذا كنت هتقدر تمشي تاني ولا لأ. الواد بعدها بيدخل في حالة اكتئاب وبيبقى مش عايز يكلم حد. بيجي دكتور الجامعة بعدها وبيقول له إنك لو ما قدرتش تسافر الشهر الجاي هيطلعوا حد مكانك. أنا آسف يا تاتسومي بس أنت دلوقتي لازم تركز على علاجك. تاني يوم ماي بتجيب له الحلو اللي بيحبه، بيشكرها فبتاخده على الكرسي وبيبدأوا يتمشوا. وأثناء ما كانت ماشية بتكلمه، بتعترف له إن هي بتحبه. يا شيخة تنيلي هو ده وقته. بتقع ماي على الأرض وقتها، بتقول له مش لازم تقول لي آسف أو شكرا، أنا عارفة إنك مش بتحب البنات اللي بيبكوا لو اترفضوا. بعدها بتروح عند جوزيه، بتبدأ تكلمها، بتقول لها إن تاتسومي مش هيسافر خلاص، وإنها بتحبه ومش هتسمح لأي حد يسرقه منها حتى لو ده كان معناه إن أنا هاخده منك. بتتعصب جوزيه من كلامها وبتقول لها إن هي كمان بتحبه وإنها مش هتخلي حد يسرقه منها. بعدها ماي بتاخد بعضها وبتمشي. صاحبها بيقول لها أنا كنت عارف إنك عبيطة. بيمشي بعدها جنبها وبيقول لها طيب العشاء عليك النهارده ولا إيه؟ بنرجع بعدها عند عمنا المكتئب. صاحبه بيبدأ يكلمه وبيديله ورقة كده. تاتسومي بيقول له إيه دي يا عمنا؟ بيقول له إيه أنت الصدمة أثرت على دماغك ولا إيه؟ ده تصريح خروج من هنا يا أبو الصحاب. تاتسومي بيقول له أنا عارف إنه تصريح بس أنت ليه عملت التصريح ده؟ بيقول له عادي يا عم، الله هنخرج نتسلى شوية. تاتسومي بيتضايق وبيزق. صاحبه بيقول له بما إن شريكك في الغطس فمن واجب إن أطلعك من حالة الاكتئاب دي. بياخدوا بعدها على المكتبة اللي فيها جوزيه، وبتكون جوزيه رسمة كده وبتبدأ تحكي قصة للأطفال. بتكون متوترة في الأول لكن بتاخد نفس وبتبدأ تحكي براحة. وبتكون القصة بالمختصر يا عزيزي عنها هي وتاتسومي. القصة بتعجب كل اللي في المكان فبيسقفوا ليها. بعدها عمنا المكتئب بيبدأ مرحلة إعادة التأهيل عشان يرجع يمشي تاني. بعدها بيكون قاعد مع جوزيه، بيقول لها إن يوم 24 هيخرج من هنا. البنت بترتاح كده وبتشكره، هو مش بيبقى فاهم هي بتشكره على إيه. بيجي يوم 24 فبيخرج، بيرن عليها، البنت مش بترد. بيروح لها على البيت وبتكون كل حاجة متغلفة في صناديق يا عزيزي. بيدور عليها لكن مش بيلاقيها. بيروح على المكتبة وبيسأل البنت اللي هناك عليها، البنت بتقول إنها ما جاتش النهاردة. بيبدأوا بعدها يدوروا عليها كلهم وبيكون بطلنا باله مشغول بيها. في اللحظة دي بيفتكر حاجة مهمة. جوزي في الأثناء دي كانت ماشية فبتحس إن في حد بينده عليها، بتبص فمش بتشوف حاجة، بتكمل ماشية بعدها وبتكون سرحانة. بيجي واحد متخلف كده فبيخبط فيها. في اللحظة دي بيبدأ الكرسي ينزلق من على الجرف بسرعة. بتحاول توقف الكرسي لكن مش بتعرف، بتكون خلاص هتودع الملاعب في السنة دي. بيجي حبيب الملايين وبيمسكها، ونفس الموقف اللي عرفهم على بعض جمعهم مع بعض من تاني. فتاتسومي في اللحظة دي بيعترف لها بحب وهي بتقول له أنا كمان يا صاحبي، وبتدي له واحدة حلوة وبتخلص قصتنا عزيز. قصة فهمنا منها إن مش كل اللي بيحصل لينا شر، بالعكس خالص ممكن يكون اللي حصل لينا ده في خير. وقبل ما نختم حكايتنا يا عزيزي عايزك تنزل كده تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش الصلاة على النبي. ويلا سلام.